أهلا بيكم في الحلقة ال14 من بودكاست دقيقة تنقذ حياة. وصلنا لنهاية الأسبوع الثاني، اتكلمنا فيه عن الحالات الشائعة أثناء الصيام، والنهاردة هنجمع أهم النقط في حلقة واحدة سريعة. أولاً، هبوط السكر، وأعراضه كانت عرق ورعشة ودوخة وجوع شديد. التصرف كان لو واعي يفطر فوراً بحاجة فيها سكر سريع، ولو فاقد الوعي ما تحطش حاجة في بقه واطلب الإسعاف فوراً. ثانياً، الجفاف، وأعراضه كانت عطش شديد وصداع وقلة بول وإرهاق. الحل كان راحة وتعويض سوائل، ولو في زغللة أو دوخة شديدة يبقى لازم تدخل طبيب. ثالثاً، الصداع الشديد بيكون طبيعي لو سببه جفاف أو كافيين، لكن بيبقى خطر لو مفاجئ جدا ومختلف عن المعتاد مع شعور بالتنميل أو قيء أو زغللة. ساعتها ما تستناش وروح اكشف فوراً. رابعاً، الإرهاق الشديد بيكون طبيعي لو تعب بسيط، لكن لو حسيت بعدم قدرة على الوقوف وعرق بارد ودوخة قوية، هنا لازم تتصرف بسرعة. الإفطار لإنقاذ الصحة مش ضعف، ده وعي، لأن صحتك أمانة. نيجي لسؤال حلقة النهاردة. لو شفت حد قدامك حس بدوخة شديدة قبل المغرب، إيه أول حاجة هتعملها؟ شاركنا بإجابتك في الكومنتات، وافتكر دايما دقيقة وعي ممكن تنقذ حياة. استنونا بكرة في حلقة جديدة، وما تنساش تشارك الحلقة، يمكن توصل لحد محتاجها.